السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشترك في القناة وحط لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معانا منزل للبيع مساحة 113 متر. منزل للبيع مساحة 113 متر، مساحة حلوة يا جماعة، مساحة كويسة. كمان المنزل يا جماعة هو مبني سويسي متعرش. المنزل في قلبيه عدادين، عداد كهرباء وعداد مية، معمول له أوراق التصالح بتاعته، كمان يا جماعة عرض الشارع بينك وبين الجار اللي قصادك 7 متر. طبعا يا جماعة أنا قبل ما أقول لكم العنوان والسعر، أنا دايما بقول لكم ما تيجوا تشتروا منزل خدوا محامي معاكم. طب أنا ليه بقول كده؟ أول حاجة يا جماعة المحامي بيتأكد من شخصية المالك، يعني هل الشخص اللي بيبيع لحضرتك ده هو صاحب المنزل ولا لأ. تاني حاجة بيتأكد المنزل عليه أكتر من شريك ولا لأ، في المنزل في أكتر من شخص شريك في المنزل، مثلا أخ وأخوه، زوج وزوجة. طبعا ممكن واحد بس يبيع لك على اساس ان المنزل بتاعه، وبعد كده تكتشف ان انت عند ان في ناس شريكة في المنزل، فطبعا تتفاجئ طبعا ان ده بيبقى يعتبر نصب. فالمحامي بيتأكد من الحاجات دي. طبعا المحامي برضو مسؤول ان هو يسجل لك. المحامي برضو مسؤول ان هو يشوف لك تراخيص العقار وتراخيص الارض اللي مبني عليها المنزل، اذا كان منزل او شقة. بيتأكد برضو هل الشقة ديت مبنية في دور مخالف، ولا دور مثلا لو العمارة مثلا واخدة ترخيص 8 أدوار، وطبعا العمارة مبنية 12 وانت مثلا شاري في الدور ال11، فأصبح الدورين دول ال11 الأربع أدوار دول زيادة، فطبعا دول مخالفين، ممكن في وقت يجيلهم إزالة، فأنت كده اشتريت شقة مخالفة. شوفوا يا جماعة ان مش معنى كده في المنازل بس، لا برضو في الشقق. فبرضو دايما خدوا معاكم محامي، ما تستخسروش ان انت تاخد معاك محامي. انت بتدفع مبلغ كبير علشان خاطر تشتري عقار او تشتري شقة او تشتري حاجة ملكك، بتدفع دم قلبك يعني بمعنى اصح، بتدفع شقاك. فمعلش يا جماعة ما تستهونوش بالحاجات دي، لان النصب كتير جدا. تاني حاجة يا جماعة، المحامي برضو بيأكد لكم من تراخيص العقار، من تراخيص الأرض، بيتأكد من أوراق التصالح، يعني هل مثلا هل صاحب المنزل متصالح مع الدولة ولا لأ. واخد أوراق التصالح، اللي هي طبعا يعني إيه تصالح؟ يعني مثلا زمان كانوا بيبنوا على الأراضي الزراعية، فالحكومة عشان خاطر ترخص لهم المنازل اللي هم بنوها دي، بيروحوا بيدفعوا فلوس في الوحدة المحلية وبياخدوا ورق التصالح. فهل المنزل واخد ورق التصالح ولا لأ؟ طبعا المحامي بيتأكد لكم من الحاجات دي. كمان المحامي بيتأكد لكم من الإزالة، هل المنزل ده هيجيله إزالة ولا لأ، هل هو في مكان أصلا قريب مثلا من الدائري أو على الدائري، أو في أماكن ممكن يجيلها فيها إزالة ولا لأ. برضو المحامي بيتأكد لكم من النقطة دي. وطبعا دايما لازم تروحوا تسألوا في الوحدة المحلية الخاصة بالقرية، أو تسألوا في الحي لو كان مدينة، على الشقق طبعا. كمان المحامي بيتأكد برضو من سعر المنزل، هل المنزل يستحق المبلغ اللي صاحبه قايل، مثلا منزل مثلا 200,000 مثلا، فصاحبه قايل عليه 300 400. فهو المحامي بيتأكد من المكان، هل المنزل يستحق السعر ده ولا لأ. كمان المحامي بيبقى برضو ضامن لك حقك في الشروط الجزائية. طبعا الشروط الجزائية دي بتضمن حق البايع وبتضمن حق المشتري، وده بند بيتكتب كده كده في العقد. فهو بيضمن لك برضو، بيشوف الشروط الجزائية دي ايه الصيغة اللي بتتكتب بيها الشرط الجزائي. طبعا يا جماعة بيبقى في أماكن كتير فيها إزالات، فطبعا برضو هو المحامي اللي هيتأكد لكم من موضوع طبعا هيروح الوحدة المحلية وهيتأكد لكم من موضوع الإزالات، هل البيت ده مبني في إزالة ولا لأ، مبني في مكان في إزالات ولا لأ. طبعا كل الكلام ده يا جماعة بتعرفوه من الوحدة المحلية، بالذات في الإزالة بتعرفوه من الوحدة المحلية. أما لو أنت في حي أو في مدينة أو في القاهرة، تروح تسأل في الحي. برضو يا جماعة ممكن مثلا المنزل يكون عليه أقساط، مثلا أقساط أرض، أقساط مباني،
برضو تتأكدوا من النقطة دي. هل المنزل مرهون ولا لأ؟ هل الشقة مرهونة ولا لأ؟ عليها مثلا فواتير كهرباء، مثلا بعد ما تشتري تلاقي نفسك عليك فواتير كهرباء 10,000 20,000. مثلا فواتير مية، فواتير غاز، كل الحاجات دي برضو يا جماعة بتتأكدوا منها. كمان يا جماعة بتشوفوا المنزل عليه أقساط ولا لأ. هل مثلا صاحبه باعه على أساس إن هو مخلص تمنه، وهو مثلا المنزل اللي عليه أقساط لسه. هل مثلا العمارة دي فيها اتحاد ملاك ولا لأ. حاجات كتير جدا يا جماعة، كتير جدا. المحامي هو اللي هيوجهكم ليها. طبعا أنا مش بخوفكم، بس أنا بحاول ألفت نظركم لحاجات انتوا ممكن تكونوا تايهة عنكم أو مش واخدين بالكم منها، لأنك انت بتشتري عقار، بتشتري منزل دافع فيه طبعا دم قلبك، كل فلوسك دافع فيه شقاك. فما تروحوش تشتروا خلاص تقولوا أنا أصلا أنا واثق في الراجل ده، أو أنا ارتحت له فأنا هشتري منه، والكلام ده يا جماعة الكلام ده أكبر غلط. المنزل يا جماعة اللي معروض معايا في الفيديو، المنزل ده مساحة 113 متر. المنزل ده يا جماعة فيه عداد كهرباء وعداد مية، ومعاه أوراق التصالح، معمول له أوراق التصالح. عرض الشارع بتاعه أو عرض الشارع اللي قصد البيت بتاعه 7 متر. سعر المنزل ده 220,000 جنيه. 220,000 جنيه، سعر كويس جدا يا جماعة بالنسبة للمساحة. 113 متر. العنوان سرياقوس، تبع مركز الخنكة. طبعا سرياقوس يا جماعة تبع مركز الخنكة، وكمان تبع محافظة القليوبية. يا جماعة المكان سرياقوس برضو بتبقى قريبة من مسترد، قريبة من المرج، قريبة من القلج، قريبة طبعا من الخنكة. بينك وبين القاهرة نص ساعة، من سرياقوس للقاهرة نص ساعة بالميكروباص. المنزل موجود في سرياقوس، أول فتحة يمين بجوار سنجر للموبيليا. مساحة 113 متر، سعره 220,000 جنيه. طبعا يا جماعة المنزل معمول له طبعا سويسي متعرش. 220 يا جماعة 1000 جنيه، كويس جدا. اسألوا برضو على الإزالات، واسألوا على كل التفاصيل زي ما احنا اتفقنا طبعا، وبقول الكلام ده في كل الفيديوهات بتاعتي. وبرضو يا جماعة في رقم موجود داخل الفيديو، ولو حابين تعرفوا أي تفاصيل أو تحبوا تتفرجوا على المنزل أو تشوفوه طبعا اتصلوا برقم اللي موجود داخل الفيديو. المنزل يا جماعة حلو، مساحة 113 متر. ممكن بعد كده بدل ما تاخد شقة إيجار وتدفع فيها فلوس كتير، وطبعا الإيجارات دلوقتي كلها بقت غالية. طبعا ده منزل ممكن تقعد فيه أنت وأولادك لو مناسب ليك، سعره كويس جدا، مساحته حلوة 113 متر. واسألوا على كل التفاصيل طبعا قبل ما تشتروا. ويا ريت طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.